ببواقي الكراتين اللي عندنا ممكن نعمل منظم شكله حلو قوي وجديد. اول حاجه هنحتاج دايره. الدايره دي قطرها 16 سنتي، يعني كنت فاتحه البرجل على 8 سنتي عشان الناس اللي بتتلخبط. وهنحتاج كمان كرتونه بالمقاس ده، طبعا ده مقاس صعب جدا تلاقوه، فاحنا هنقسم المقاس على مرتين وهنوصلهم ببعض مفيش مشكله. ضغطت على الكرتونه بالشكل ده كده عشان يبقى سهل عليا لما اجي الزقها على الدايره، وبالشمع كده عشان هو اسرع حاجه بدات الزق الاتنين في بعض. ودي الكرتونه التانية اللي هنوصلها مع الكرتونه الاولى عشان نقفل البوكس اللي احنا بنعمله ده. وعشان الموضوع بتاع التوصيل ده ما يبانش، هنيجي من الحرف كده ونفصل طبقات الكرتون عن بعض، يعني حته صغيره كده زي ما انتوا شايفين، وهنقص الحته اللي من جوه دي. بعدين نحط عليها شمع ونلزقها كده في اللي قبليها. طبعا الخطوه دي مهمه جدا عشان خلت الكرتونتين يلزقوا في بعض كويس من غير ما يحصل بروز بسبب الكرتونه التانية. ومن الناحيه التانية الكرتونه كان فيها طول زياده عشان اعمل نفس الخطوه، يعني عايزه الكرتونه تبقى اطول شويه عشان الزقها على الكرتونه اللي قبلها، وده بعد ما افك الطبقتين من بعض واتخلص من الطبقه اللي جوه. كده كله تمام. شايفين البوكس بتاعنا بقى جاهز ومنتهى النظافه. حطيت نقط بسيطه من الشمع عشان اثبت بيها القماش اللي هغلف بيه القاعده. بعدين عملت فتحات كده في القماش عشان اقدر الزقه على الجوانب بسهوله. وبنحط شمع على اطراف البوكس كده ونلزق عليه قماشه من غير ما نتنيها ولا اي حاجه. هنلزقها بالشكل ده كده ونلفها على البوكس كله، وبعدين ندخل الزيادات دي كلها لجوه، دي اللي هنغلف بيها البوكس من الداخل. خدوا بالكم بس ان في الاخر محتاجين نتني الحرف ده لجوه، فهنلزق طرفين القماش في بعض واحنا تانيين القماشه لجوه. ندخل بقى كل القماش جوه البوكس، وعشان ما يتحركش مننا كده كل شويه لازم نحط شمع الاول وبعدين نلزق القماش. قصيت دايره تاني من الكرتون بنفس المقاس وغلفتها بالقماش وثبتها جوه البوكس كده. كده ناقص التزيين من بره ونبقى خلصنا. جبت كرتونة تاني بس دي ارتفاعها 10.5 سنتي. كمان هنحتاج مية وسفنجة او حتة قماشة، وبليت الكرتونة كلها بالمية. سبتها حوالي دقيقة بس، يعني تشرب المية شوية صغيرين. لو سبتوها اكتر من كده ممكن تبدأ تنشف ويبقى كأننا ما عملناش حاجة. وبالراحة جدا كده هنبدأ نشيل اول طبقة من الكرتون، والموضوع ده سهل جدا، اسهل مما تتخيلوا، فما تخافوش مش هتبوظ منكم ولا حاجة. نحط بقى شمع على الكرتونة كده ونبدأ نثبتها على البوكس. وطبعا المقاس صغير ومش هيكفيني ان انا اكمل البوكس كله، بس انا مجهزة واحدة تاني، والمرة دي بقى توصيلهم مش صعب ابدا، بمجرد بس ما نلزقهم جنب بعض هيبقى شكلهم طبيعي جدا. والجزء ده بقى انا دهنته بلاستيك ابيض اللي هي دهانات الحوائط عادي، ممكن كمان تستخدموا الوان اكريليك. بعد كده هنحتاج خافض لسان، قصيت منه حته على قد الفراغ اللي في البوكس من فوق، كنت بقص الاطراف بس عشان اخد شكل الدوران ده. وبعدين بدات اثبتهم هنا كده. تقدروا طبعا تدهنوهم او تسيبوهم زي ما هم. وبعدين لزقت الاستراس ده هنا كده عشان ازين الحرف. كلكم عارفين الاستراس ده موجود في كل حته ومنتشر. بعدين طبعت الورقه دي طباعه ليزر وغطيتها كلها من الظهر بلزق شفاف. مشيت المسطرة كده عليه عشان اتأكد ان اللزق لزق كويس جدا في الورقة. وبعدين بدأت اشيل اللزق كده، فزي ما انتوا شايفين بيشيل طبقة من الورق، وهو ده اللي انا عاوزاه. انا عاوزة اخف الورق شوية عشان ما يبقاش ليه حرف سميك. خدوا بالكم ان الورقة بيبقى ليها اتجاه، يعني ممكن تشيلوا اللزق تلاقوه مش بيشيل معاكم حاجة، فلو حصل معاكم كده جربوا تشيلوا من الناحية التانية، يعني لو بتشيلوا من اليمين شيلوا من الشمال. نجيب بقى شوية مية وفرشة صغيرة، نبل الفرشة في المية ونبدأ نمشي حوالين الرسمة اللي احنا عاوزين نطلعها من الورقة. هنلاقيها طبعا باشت كده، فهنقدر نقطعها زي ما انتوا شايفين، وده بيخلي الحرف انعم كتير من ان احنا نقطعه بالمقص. وبعدين هنستخدم الغيرة، هندهن على الكرتونة مكان الحتة اللي هنلزق عليها. وبعدين هثبت الرسمة وباستخدام الفرشة هبدأ ادخل الورقة كده بالراحة في الخطوط بتاعة الكرتون. طبعا طول الوقت الفرشة فيها غيرة. هتطلع معاكم بالشكل ده. عملنا الناحية التانية بنفس الطريقة. مش هقول لكم بقى انها سهلة ولا حاجة، هي مش سهلة، بس هي لذيذة وممتعة جدا، وحاجة حلوة قوي ان الواحد يجرب حاجات جديدة. طول ما عندكم الخامات ممكن تستغلوها زي ما انا بستغلها كده. انا مش بقول لحد يشتري كل الادوات دي عشان يعمل بس المنظم ده. وما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في الكومنتس.